جحا في بلاد الفرس من حواديت زمان. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وقل لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية: كان يا ما كان يا سادة يا كرام، ولا يحلو الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل اسمه جحا، وكان له جار مجوسي يعبد النار اسمه سادوجا. وفي يوم من الأيام ذهب المجوسي إلى جحا وطلب منه 5000 دينار لشراء بيت كبير، واتفقا على أن يسدد المجوسي ما عليه من دين بعد عام من الآن. مرت الأيام والشهور ومات المجوسي دون أن يسدد ما عليه من دين. ذهب جحا إلى ابن سادوج المجوسي وقال له: لقد مات أبيك وعليه دين 5000 دينار. رد ابن المجوسي وقال: لم يترك أبي مالا يا عم جحا، مات أبي ولم يترك إلا تلك الدار التي نحن فيها. فقال جحا: لقد أخذ أبوك الأموال لشراء تلك الدار، فإما أن تعطيني 5000 دينار أو تعطيني تلك الدار. قال ابن سادوجة: هل معك يا عم جحا ما يثبت صحة حديثك؟ فقال جحا: لا، لم أخذ على أبيك شيئا من العقود أو المواثيق. قال ابن الرجل المجوسي: يا عم جحا، ماذا سيحدث لو لم أعطيك دينك؟ فقال له جحا: سوف يتعذب أبيك في النار. فقال ابن المجوسي: لو أعطيتك مالك هل سيخرج أبي من النار؟ رد جحا قائلا: لا أظن ذلك، فقد كان أبوك يعبد النار. رد عليه ابن المجوسي وقال: إذن اترك أبي في النار واتركني أنا في الدار. رد جحا قائلا: وهل دينكم يأمركم أن تأكلوا أموال الناس بالباطل؟ رد عليه ابن المجوسي وقال: إذا أردت أموالك فعليك بالدخول في دين المجوس وتعترف أن أبي في الجنة. قال جحا: وإلى ماذا يدعو دين المجوس؟ رد عليه ابن المجوسي وقال: عندنا في دين المجوسية 3 آلهة. قاطعه جحا قائلا: قبحك الله، إن عندنا في الإسلام إله واحد، ومع ذلك لا نستطيع أن نعبده حق عبادته، وأنت تريدني أن أعبد 3 آلهة؟ فقال له ابن سادوج المجوسي: إذن فالقضاء بيني وبينك، إن شئت فاذهب إلى القاضي لتأخذ حقك. فكر جحا في نفسه وقال: القاضي سيقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأنا ليس عندي بينة. أما هذا المجوسي فهو على استعداد تام أن يحلف كاذبا. فكر جحا وقال: الحل الوحيد هو أن أذهب إلى السلطان تيمور لنك. سار جحا حتى وصل إلى قصر السلطان، وكان السلطان مجتمع بالديوان، ومن حوله الحاشية والحراس والجنود والخدم والأعوان. طلب السلطان من جحا أن يقف قليلا حتى ينتهي، وفجأة عطس السلطان فارتج كل الرجال بالصياح: يرحمكم الله يا مولانا السلطان، شفاك الله وعافاك يا مولانا السلطان. قال قائد الجنود: نفسي فداؤك يا مولانا السلطان. وصرخ الحاجب وقال: استدعوا طبيب القصر لنطمئن على صحة السلطان. نظر السلطان إلى رجاله وقال: هذه عطسة عادية. فقال الوزير: كلا يا مولانا السلطان، هذه ليست عطسة عادية، هذه عطسة سلطانية مميزة. وقال مستشار السلطان: هكذا يعطس الحكماء والأذكياء والعظماء. وقال شاعر القصر:
هذه أجمل عطسة سمعتها في حياتي، وما سمعت أجمل من هذه العطسة. إن عطسة مولانا السلطان لهي أجمل من كل ما قيل في الشعر. قال قائد الجيش: هذه العطسة عطسة فارس قوي شجاع مقدام مغوار. وأخذ الجميع يتغزلون في عطسة السلطان. وفجأة نظر السلطان إلى جحا وقال له: تعال إلى هنا يا جحا، ماذا تريد؟ أخذ جحا يحكي للسلطان ما حدث بينه وبين المجوسي. وفجأة عطس جحا، فنظر إليه رجال السلطان بغضب وغيظ شديد. قال رجل منهم: يا جحا، إذا أردت أن تعطس فأدر وجهك بعيدا عنا، أو اعطس في منديل، أو اعطس في ملابسك. قال رجل آخر: أنت مقرف يا جحا، ما هذا الذي فعلته؟ وقال رجل آخر: سوف تصيبنا العدوى من مرضك. وقال رجل آخر: ما هذه العطسة السيئة، إنها تجلب الضوضاء. أخذ الجميع يلومون جحا ويذمون في عطسته. غضب جحا وقال: أيها المنافقون، لقد عطست كما عطس السلطان. نظر إليه السلطان بغضب وقال: أتقارن عطستك بعطستي يا جحا؟ قال جحا: مولانا السلطان، إن عطستك تشبه صوت العصافير، ولكن عطستي أنا تشبه صوت الحمير. ضحك السلطان وقال: بلغني يا جحا أن جارك المجوسي قد باع بيته وسافر ورحل إلى بلاده، بلاد الفرس. رد جحا قائلا: أنت سلطان البلاد، أريد حقي يا مولانا السلطان. فقال السلطان: حسنا يا جحا، سأكتب رسالة إلى الملك شاه زمان ملك الفرس حتى يرجع إليك أموالك. قال جحا: أنا لا أعرف الطريق يا مولانا السلطان إلى بلاد الفرس. فقال السلطان: سأعطيك رجلا من رجالي كدليل على الطريق. هذا الرجل يعرف علوم الدين واللغات والتاريخ والفلك والطب والحروب. وفي اليوم التالي خرج جحا مع الشيخ فواز وذهبوا إلى مركب. قال جحا: خذ مجدافا يا شيخ فواز وساعدني حتى نعبر هذا البحر الكبير. فرد عليه الشيخ وقال: أنا رجل عالم جليل، كيف لرجل في مكانتي أن يقوم بعمل العوام؟ قال جحا في نفسه: يبدو أنه رجل مغرور أصابه العجب والكبر. كنت أعلم أن هذا السلطان لن يأتيني بالخير أبدا. نظر الشيخ فواز إلى جحا وقال له: هل تعرف يا جحا التاريخ؟ قال: لا. قال: وهل تعرف علم الفلك؟ قال: لا. قال له: وهل تعرف علم الطب أو اللغات أو الدين؟ رد عليه جحا وقال: لا. نظر إليه الشيخ فواز وقال: لقد ضاع نصف عمرك يا جحا بهذا الجهل. نظر إليه جحا وقال: يا شيخ فواز، هل تجيد السباحة؟ قال له: لا. قال له جحا: لقد ضاع عمرك كله، انظر خلفك، موجة كبيرة تأتي علينا وسوف تقلب هذه السفينة. نظر الشيخ فواز فجاءت موجة كبيرة فانقلبت السفينة، وصرخ الشيخ فواز وطلب النجدة من جحا، فأنقذه جحا وأتى له بلوح خشبي ليتعلق عليه. ثم قام جحا بالسباحة نحو الشاطئ وهو يحمل الشيخ فواز على لوح خشبي. وصل جحا والشيخ فواز إلى بلاد الفرس، فحاصرهم الجنود من كل مكان وأخذوهم إلى الملك. قال جحا: أيها الملك، جئت إليك برسالة من السلطان تيمور لنك لتعطيني حقي. فقال له الملك: يبدو أنكما لا تعبدان النار. فقال جحا: نعم، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. نظر ملك الفرس إلى الشيخ فواز وقال له:
أخبرني يا شيخ فواز، من خلق السماء؟ فقال الشيخ فواز: الله. قال ملك الفرس: ومن خلق الأرض والبحر؟ قال: الله. قال ملك الفرس: ومن خلق الإنسان والحيوانات؟ فرد عليه الشيخ فواز وقال: الله. فقال ملك الفرس: فمن خلق الله؟ فنظر إليه الشيخ فواز وقال: هذا سؤال خاطئ، فالله لا يخلق، الله غير مخلوق حتى تقول من خلق الله. فقال له الملك: كيف يكون هذا السؤال خاطئ؟ فأجابه الشيخ فواز وقال: مولاي الملك، من طبخ هذا اللحم؟ فرد عليه وقال: الطباخ. فقال الشيخ فواز: ومن طبخ هذا الأرز؟ فرد الملك وقال: الطباخ. فقال: ومن طبخ هذا الخضار؟ فرد عليه الملك وقال: الطباخ. فقال الشيخ فواز: ومن طبخ الطباخ؟ فتعجب الملك وقال: هذا سؤال خاطئ، فالطباخ لا يطبخ. رد عليه الشيخ فواز وقال: وهكذا الله لا يخلق، هذا السؤال خاطئ. أيها الملك، لو اعتبرنا أن لله خالقا، فمن الذي خلق خالق الله؟ ومن الذي خلق خالق من خلق الله؟ ومن الذي خلق من خلق؟ وسنظل هكذا في سلسلة طويلة، وفي النهاية لابد أن ننتهي إلى إله واحد خلق ولم يخلق. هذا الإله هو الله سبحانه وتعالى. اغتاظ ملك الفرس جدا وقال: يبدو أن هذا عالم بالدين. نظر إلى جحا وقال: وأنت يا جحا، هل تجيد علوم الدين مثل الشيخ فواز؟ فقال له جحا: كلا، أنا لا أجيد علوم الدين. فقال له الملك: يا جحا، إذا لم تعبد النار سوف أقدمك قربانا لها. فقال جحا: ولماذا تقدمني قربانا للنار؟ أنا أعبد الله، أعبد رب النار. غضب الملك وقال: رب النار؟ إذن سوف أضعك في النار أنت والشيخ فواز، وسنرى. ادع ربك يا جحا أن يطفئ هذه النار. فقال له جحا: أنا مخلوق والنار مخلوقة، ولكن هناك مخلوق أقوى من النار خلقه الله سبحانه وتعالى. لا يجوز عمل تحد بين الله وبين النار، فالله الخالق العظيم، والنار مخلوقة ضعيفة يمكن لله أن يعطلها في أي لحظة، ولكن هناك مخلوق خلقه الله يمكن أن يتغلب وينتصر على إلهكم النار. نظر إليه ملك الفرس وقال: ومن هذا يا جحا؟ قال جحا: إذا سمحت لي يا مولانا السلطان، سأذهب الآن وأحضر هذا المخلوق الذي سينتصر على النار. الملك نظر إلى جحا وقال: حسنا يا جحا، فلنرى. اجتمع الكهنة ووقفوا ليشاهدوا ماذا سيفعل جحا. خرج جحا ثم عاد بدلو كبير مليء بالماء. سكب جحا دلو الماء على النار فانطفأت، فصرخ الكهنة جميعا يقولون للملك: اقتل هذا الرجل أو أخرجه من أرضنا، هذا الرجل خطير جدا، هذان الرجلان سوف يشعلان الفتنة في البلاد. قال ملك الفرس: أنا لا أستطيع أن أقتل جحا، وإلا ستشتعل نار الحرب بيني وبين السلطان تيمور لنك ملك المغول. ماذا تريد يا جحا؟ فقال جحا: أريد 5000 دينار التي اقترضها مني سادوجة، أريدها من ابنه. قال السلطان: نعم، سوف أعطيك ما تريد. أمر السلطان ابن سادوجة بإعطاء جحا 5000 دينار و5000 أخرى تعويضا له عما حدث من آثار المماطلة. أخذ جحا 10,000 دينار وعاد إلى بيته وعاش بعدها حياة سعيدة. وإلى هنا تنتهي قصتنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.